يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل سوا عجينة 1 2 3 4. هن لسه مو 1 2 3 4 لانه عندي 1 كاسة زيت، 2 كاسة لبن، عندي 3 ظروف بيكنج باودر، و4 كاسات طحين. طبعا انا هاي العجينة رح احط فيها احشيها هلا جبنة او زيتون او زعتر، اي شيء انت بتحبي تحشيها. هي عبارة عن عجينة للفطائر. وعندي هون رشة ملح، وعندي معلقة سكر، وعندي بقسماط. هلا رح نبلش. اول شي رح اضيف البيكنج باودر فوق الطحين، رح احط رشة الملح، واحط معلقة السكر واخلطهم شوي هالشكل هاد حتى ينخلطوا منيح. رح اضيف كاسة الزيت. طبعا هاي العجينة ما فيها خميرة، رح تشوفوا رح نشتغل فيها مباشرة بعد ما ننتهي من العجن. وهي عجينة خفيفة كتير وسهلة للتشكيل. رح احط اللبن اللي عندي كمان هون. هلا رح اعجنها بايدي طبعا، بس هلا شوي ثواني رح خلطها بهاد. طبعا التخليط رح يكون هيك بهالشكل، بايدي اليمين انا عم بخلط، وقفت الجاط بايدي الشمال. انا محضره جبنه حتى احشيها، حطيت لها بقدونس وراح احشيهم. فيكي انت تحطي اذا عندك مرتديلا تقلي بصله وتحطي مع شويه فليفله وتحشي فيها كمان الفطيره، او فيكي تحطي زيتون اللي انت بتلاقي بترغبيه فيكي تحطي بقلب العجينه. هلا انا عم بعجنها بايدي مثل ما انتم شايفين. عجينه كتير، هي ما بدها عجن كتير، بس عباره انك تلمي طحين مع الزيت واللبن الموجودين. عجينه كتير طريه وسهله بالشكل هذا. شايفين كيف قوامها صار بهالشكل، حتى لونه بتلاقيه بضل ابيض ناصع. هلا نحن بس خلصنا عجن، رح نشتغل فيها وتشوفوا كيف رح نعمل الفطاير. هلا انا انتهيت هيك من العجينه، رح بلش شكلها. رح احط، انا حاطه هون شويه زيت نباتي، فيك تدهني ايديكي هيك بالزيت، مو شرط كل ما عملتي وحده تدهنيه انت، يعني حسب ما بتلاقيها صارت بايدك هيك سهله. رح اخذ وحده اعملها بهالشكل، هي كبيره شوي، رح اعملها هيك وافتحها بايدي. هي سهله كتير، يعني ما حتحتاجي شوبك انك تشتغلي فيها بهالشكل هاد. ورح احط انا هون عامله جبنه وبقدونس للحشوه بالشكل هاد، وراح سكر عليها بس اني اغلقها. يعني انت كيف مثل بتعملي صرة، كأنك عم تعملي صرة او بقجة. حاولي تسكريها من كل الاطراف لحتى ابدا ما لما نحطها بالفرن ما تصير تطلع الحشوة اللي بقلبها. وهلا رح غطها هون بالبقسماط اللي انا عندي محضرتهم مجهزتهم. لفها بهالشكل كل الاطراف صارت هيك بهالشكل هذا. وراح احطها بالصينيه. ما حتحتاجي تعملي صينيه تحطي لها اي شيء، لانه اصلا العجينه فيها كميه زيت منيحه. بهالشكل راح احطها. هلا انا راح اعمل الكل وراح تشوفوا كيف راح يصيروا. فيني اعمل وحده ثانيه تشوفوها كيف. باخذ عجينه بكورها اول شيء هيك بايدي بهالشكل هون، وبفتحها وحط الحشوة اللي عندي. انا مثل ما قلت لك انت فيكي تحشيها اي شيء بدك اياه. وراح سكر عليها منيح وخليها بس بشكل انه تكون مدورة.
مثل اي سرة بهالشكل هذا، ورجع غمسها بالبقسمات اللي حاططهم انا هون وجهزتهم بالشكل هذا. صارت هيك بهالشكل هذا. انا طالعتها هلا هيك من الفرن، شايفين كيف صارت كأنها شيء صمونة، يعني مثل خبز الصمون، وريحتها بتجنن كتير طيبة. هلا راح نحطها بصحن وتشوفوها كيف. افتح لكم واحدة من قلبها وتشوفوا كيف طالعة. الفطاير صارت جاهزة بهالشكل هاد. انا حطيت هون، انا قصيتها شوي بالسكين لحتى انت اذا كنتي عامله مثلا جبنه ومرتديلا فيك تميزيهم، تفتحيها هيك شوي ببين اللي بقلبها. واكيد انتم اذا جربتوها رح تلاقوا قديش عجينه خفيفه وظريفه، ورح تستخدموها دائما. والف صحه وعافيه. بتمنى تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.